السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وفي حلقة النهاردة هقدم لحضراتكم القائمة النهائية لأفضل وأهم 15 مسلسل تركي لسنة 2024، وهوضح لكم كمان التصنيف والتقييم الخاصين بكل مسلسل. فيلا مستني دعمكم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. وهنبدأ قائمتنا بالمركز ال15 بمسلسل الدراما المشردون، والمسلسل غير منتهي وتم عرض منه 10 حلقات إلى الآن، والمسلسل حصل على تقييم 5.8 على موقع IMDb. وفي المركز ال14 جه مسلسل الأكشن الغدار، والمسلسل من نوعية الأكشن والجريمة والدراما، والمسلسل منتهي بإجمالي 20 حلقة، والمسلسل حصل على تقييم 7.4 على موقع IMDb. Öldü galiba. Nereden anladın lan? Hiç kımıldamıyor. Al ben de kımıldamıyorum, öldün mü? وفي المركز ال13 جه مسلسل التحقيق، وهو من نوعية الجريمة والدراما، والمسلسل غير منتهي وتم عرض الموسم الأول بإجمالي 10 حلقات، والمسلسل حصل على تقييم 6.8 على موقع IMDb. Zayıf olan hayatta kalamaz. Bunu anası bile sevmez. Aynı sizin anneniz gibi. Madem bana kaldınız, güçlü olmayı öğreneceksiniz. وفي المركز ال12 جه مسلسل الأكشن المتدرب، والمسلسل من نوعية الأكشن والدراما والإثارة، وتم عرض الموسم الأول بإجمالي 10 حلقات، والمسلسل حصل على تقييم 7.1 على موقع IMDb. وفي المركز ال11 جه مسلسل الأكشن مارنيلي، والمسلسل من نوعية الأكشن والجريمة والدراما والإثارة، وتم عرض الموسم الأول بإجمالي 10 حلقات، والمسلسل حصل على تقييم 6.1 على موقع IMDb. Çok büyütüyorsun gözünde Faruk Bey sen bu adamı. Ciddiye almaya değmez. Bu da bisiklete binmek gibiymiş ya, unutulmuyor. وفي المركز العاشر جه مسلسل الدراما لا تبكي يا اسطنبول، والمسلسل غير منتهي وتم عرض 7 حلقات من المسلسل إلى الآن، والمسلسل حصل على تقييم 5.2 على موقع IMDb. John'un eski karısının gölgesinde bir evlilik gibi yeni mevzularım var senin. Karımın geçtiği sokak senin için çıkmaz sokak, bitti. Ulan mahalle benim. Sakın bir dahakine hava yapma. وفي المركز التاسع جه مسلسل بهار، والمسلسل من نوعية الكوميديا والدراما، والمسلسل غير منتهي وتم عرض موسمين بإجمالي 32 حلقة، والمسلسل حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDb. Bahar, μη χάσετε το τελευταίο επεισόδιο. Ölüm bizi ayırıncaya kadar. Ölüm bizi ayırıncaya. وفي المركز الثامن جه مسلسل الدراما دين الروح، والمسلسل غير منتهي وتم عرض 7 حلقات من المسلسل إلى الآن، والمسلسل حصل على تقييم 8.6 على موقع IMDb. Sen benim babamı öldürdün! Katil! شah. وفي المركز السابع جه مسلسل الأكشن حكاية ليلى، والمسلسل من نوعية الأكشن والدراما والرومانسية، والمسلسل غير منتهي وتم عرض 20 حلقة من المسلسل إلى الآن، والمسلسل حصل على تقييم 6 على موقع IMDb. Sezer, kuzum senin bebeğin mi olacak şimdi? Nene. Dede olacaksın Kürşat. Ben daha baba olmayı yeni öğreniyorum. وفي المركز السادس جه مسلسل الدراما القلب الأسود، والمسلسل غير منتهي وتم عرض 19 حلقة من المسلسل إلى الآن، والمسلسل حصل على تقييم 6 على موقع IMDb. Sumru Hanım. Evet. Terk edip gittiğin ikizleriniz biz. وفي المركز الخامس جه مسلسل ليلى،
والمسلسل من نوعية الأكشن والكوميديا والدراما. والمسلسل بيعرض حاليا وتم عرض 20 حلقة من المسلسل إلى الآن. والمسلسل حصل على تقييم 6.5 على موقع IMDb. Ben zafer kazandım. Bu intikam senin gözünü kör etti kızım. Annemle babamı sen ayırdın. Senden nefret ediyorum. وفي المركز الرابع جه مسلسل الدراما والتاريخ عائلة شاكر باشا. والمسلسل بيعرض حاليا وتم عرض 6 حلقات من المسلسل إلى الآن. والمسلسل حصل على تقييم 7.4 على موقع IMDb. Sonu felaket olsa bile. Şahıs babasını vurmuş komutanım. أما المركز الثالث فجه مسلسل الأكشن المدينة البعيدة. والمسلسل من نوعية الأكشن والجريمة والدراما. والمسلسل بيعرض حاليا وتم عرض 12 حلقة من المسلسل إلى الآن. والمسلسل حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb. Deniz, oğlumu ver. Vermiyorum. Oğlumu getir. Ver. أما المركز الثاني فجه مسلسل الدراما العبقري. والمسلسل بيعرض حاليا وتم عرض 18 حلقة من المسلسل إلى الآن. والمسلسل حصل على تقييم 7.6 على موقع IMDb. Bundan sonra yuvam da burada, işim de burada, ortağım da burada. Komik bir çocuk aslında. Bir yola girmiş, sağ solu görmüyor gözü. Hedefe kilitlenmiş. وقبل ما نوصل للمركز الأول حبيت استعرض لكم مسلسلات ما دخلتش معانا في القايمة لكنها مسلسلات قوية وتستحق المشاهدة. Sen ne yapacaksın? Gidip biraz konuşacağım. Bu bandaj nesi o zaman? Açık konuşacağım. Ben onu buraya tıktırana kadar savaşmaya devam edeceğim. Bir kız geldi. Adı Güneş. Nasıl olsa bir gün öğreneceksin. Benden öğren. O Güneş benim kızım. Mutlu olduğumuz son yerde o ev. Bizi paramparça etti. وفي المركز الأول كأفضل مسلسل تركي صدر في سنة 2024 جه مسلسل الدراما محمد الفاتح سلطان الفتوحات. والمسلسل من نوعية الدراما والتاريخ والحرب. والمسلسل اتعرض منه موسمين بإجمالي 33 حلقة. والمسلسل حصل على تقييم 7.9 على موقع IMDb. Tez, Vali Bey'e ulak çıkar. Fermanımı gönder. Mehmet'i tut, buraya getirsin. وبكده خلصت حلقتنا فيا رب تكون القائمة عجبتكم ويا ريت تشاركوني رأيكم في الكومنتس. ايه افضل مسلسلات تركية اتفرجتوا عليها في سنة 2024؟ وفي النهاية اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.